انطلقت فعاليات مهرجان الكمأ الأول في محافظة طريف شمال المملكة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف، ويأتي بالتزامن مع ظهور نبات الكمأ الذي تشتهر به المنطقة. نتابع. الكمأ أو ما يعرف بالفقع، النبات الذي تجود به الصحراء بعد موسم الأمطار، حيث نظم له مهرجان خاص يليق بعشاقه ومتذوقيه، وهو ما ساهم في تحويل هذا الكنز الصحراوي إلى عنصر جذب سياحي يتيح وجود المحبين له في مكان واحد، تعزيزا لقيمته التاريخية المرتبطة في الأكلات الشعبية السعودية، ودعما للباعة المحليين لرفع عائدهم الاقتصادي. أتى هذا مهرجان الكمأ الأول بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حفظه الله أمير منطقة الحدود الشمالية. يهدف هذا المهرجان هو الحفظ على الموروث الشعبي في عملية لقط هذا الكمأ وتعزيز البيع، ويعتبر رافد اقتصادي لهذه المنطقة. يتنوع هذا المهرجان الأول هو وجود منصة بيع للاقطين، بالإضافة إلى وجود منصة بيع للأسر المنتجة، بالإضافة إلى وجود معرض للجهات الحكومية ومسرح للأطفال لترسيخ مفهوم الكمأ والفائدة من الكمأ. شهد المهرجان إقبالا كبيرا من المتسوقين، حيث عرض الفقع بأنواعه المختلفة كالزبيدي والكمأ. أول نبيع عشوائي، الآن صرنا منظمين نبيع فقع مكان، وعندنا تجمعات تجينا عوائي وتجينا من خارج المنطقة، والأسعار بالنسبة لأسعار الفقع متفاوتة، مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو يتراوح ما بين 250 إلى 300. أنا بالنسبة لي ألقط وأشتري وأبيع. بالنسبة للأسعار والربح في نفس الأسهم، بعض مرات أبيع ب30,000 ربحي، بعض مرات 1000 ريال، وعلى حسب الجودة وعلى حسب السوق. هذا الكمأ، هذا اللي ينقال له الكمأ أحسن شيء. هذا غالي سعره؟ اي والله بغلا. هذا الأول قال ساطري شريته مثلها. لا زال ارتفاع سعر الفقع في موسم ازدهاره يثير حفيظة واستغراب الكثيرين، نظرا لكونه تجارة لا تكلف أدنى المصاريف. قناة الإخبارية نايف الفندي، محافظة طريف.